القماش اللي قدام. اجيب انا شنطه. هات الشنطه اطلعي عني. قاعدين ثلاثه طلعت. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتمنى انكم دايما تكونوا بخير. صوتي هاتي شويه في صورة ونيش. في ايه؟ صور حاجة. طب يلا عايزة ايه؟ هاتي البتاع ده. مفيش؟ بتاعت التلاجة وقعت. طب يلا هاتي ده. ما تجيبش حاجة سهلة. ما انا عارفه، هاتي كله. ما تخليش حاجه عندك. والله بيخرب. بابا في ايده البيض. لسه اصحى جواه. تسيب الالوان ده انت حطها في الناحيه العاليه. من الاخر كده يا جماعة ما يجيبها الا رجالة. والله ما يجيبها الا رجالة. الراجل راجل برضو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى من الله عز وجل اللي انتوا دايما تكونوا بخير، واتمنى منكم لو اول مرة تشوفوني تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاوزه اقول لكم من يوم ما روقت النيش معاكم انا ما كملتوش ترويق. انا عملت النيش من جوه وما عملتوش من بره. فطبعا انا كنت عاوزه اجيب الحاجه اللي فوق النيش علشان طبعا وانا بنزلها ما تعفرش على النيش ويرجع يتوسخ تاني. فانا عاوزه اقول لكم بقى اللي الطول هيب والقصر خيب. يعني انا جايزه اطول من ابو عمر بس عشان انا اضخم منه فالتخن بيداري الطول. فهو بقى يعني مفروض عني واللي اشترى البت بقى قدر يشتريها وطلعها على النيش عشان يجيب الحاجة. المهم انا اتكلت عليه الصراحة في النقطة دي. فاللهم صل على النبي، احنا كنا زي ما انتوا شايفين كده. انتوا لو خدت بالكم هنا انا اصلا كنت رشة بودرة على الارض فللنمل لان النمل هنا مغرقنا بأمانة. يعني النمل وكلنا يا جماعة، مش عارفة ايه السبب، مع اني بكنس وبمسح ونظافة على طول، يعني ما بخليش حاجة على الارض زي ما انتوا شايفين كده. بس مش عارفة ايه المشكلة اللي عندي دي. يعني النمل ده ما هبطش كده وهو طالع الدور الرابع، ما تعبش وهو طالع الدور الرابع لما يجي عندي كمية النمل دي كلها، يعني على الارض وفي الحمام وفي المطبخ لدرجة اللي هو على السراير. احنا ولا عارفين نقعد ولا عارفين ننام. فانا كنت في الوقت ده رشة الشقة بودرة. فبتاع الرش قال سيبوا الرش 3 ايام، البودرة 3 ايام، ولا حد يكنس ولا حد يجي يمه. ففي اليوم اللي انا ما كنستش فيه بقى ولا عملت فيه حاجة فانا مسحت فيه النيش وروقته معاكم. فاللهم صل على النبي، قعدت 2 3 كده ما كنست. فقلت لا كفايه بقى كده، اما اقوم بقى شد حيلي وزي ما عملته من جوه اعمله من بره. فاستعنت بابو عمر طبعا عشان يجيب لي الحاجه اللي فوق النيش، وبقيت البودره برضو كانت فوق النيش. فهو نزل لي ده وده عن طريق مين؟ عن طريق سما. هو اشتلها ونولتنا الحاجه وكملنا بقيت حاجتنا. انا طبعا كنت معاكم روقت النيش لانه كان غرقان تراب، علشان الناس اللي قصادنا كانت طبعا بتهد وتبني وكانوا مبهدلين بمعنى اصح. فانا كنت خلصت النيش من جوه. فاللهم صل على النبي، الدور بقى على انه كان يتعمل من بره. فانا عملته من بره يا جماعه. انا عاوزه اقول لكم اللي والله العظيم النظافه حلوه بامانه. الحاجه لما اتعملت سواء من جوه او من بره بانت وظهرت. يعني النيش ده بالنسبة لي أصلا هو فلوس مرمية. يعني هو بالنسبة لي ملوش أي 30 لازمة. أنا عندي الواحدة تجيب حاجتها في المطبخ، يعني لأن المطابخ اللي طالعة الأيام دي مطابخ حديثة، وطبعا فيها ضلفة كده طويلة إزاز. ديت طبعا الضلفة ديت بتعوز طقم فناجين، طقم شربات، طقم كوبايات، طقم أكروبال. فهاتي فيها حاجتك، مش شرط تجيبي من الطقم طقمين 3، لا هاتي نص طقم فيها طقم نص مقسومة في كراتين. ايه المشكلة؟ يعني انا عندي طقم الاكروبال اللي في النص ده انا جايبه نص، والطقم البايركس انا جايبه نص، الطقم الصيني هو اللي جايباه كامل ومالوش لازمة والله العظيم، مركون على الفاضي وفلوسه مرمية. يعني حرام يا جماعة. يعني انا من رأيي والله العظيم يا ريت نلغي النيش، يا ريت نلغيه.
هاتي بداله حاجة تانية في ذلك، بدل ما تضغطي أهلك أو مثلا أهلك يبقوا مديونين. استغلوا كده ووفروا على قد ما تقدروا. هاتوا حاجة أبرك من 10 بمعنى أصح. أمال مش تجيبوا حاجات تترمى في النيش وحاجات تترمى تحت السرير؟ ما الحاجات دي والله العظيم يا جماعة ما لها أي 30 لازمة. بحق الحاجة ديت وفرها في حاجة تانية. بحق الحاجة ديت لو مثلا أهلك مقتدرين يحطوا لك فلوس مثلا في بنك، يدولك الفلوس تطلعي بها عمرة. يعني في كام حاجة، مش شرط اللي احنا نجيب الحاجات ديت ونرميها. فاللهم صل على النبي بقى، الله يرحمها. هو جه ومحطوط، والله العظيم هو محطوط للتراب مش أكتر. هو محطوط للتراب وللترويق. هو يتبهدل من التراب ومن ايد العيال كل شوية يتعاص، وانا عليا اللي انا اروق وامسحه وانفضه زي ما انتوا شايفين كده. المهم انا في اليوم ده بقى انا وسلمى ربنا عنا كده ايه وعملناه. وما كنتش بقى عملت النيش من بره ولا عملت الارضيه. فجيت بقى النهارده قلت لا انا مش هسيب الدنيا كده. نزلت الحاجه اللي فوق النيش ومسكت النيش مسحته ومسكت الشقه كنستها علشان خاطر البودرة وعلشان خاطر النمل وكده. فانا حتى كنستها وما مسحتش، يعني انا كنستها وسبت برضو البودرة فيها علشان خاطر برضو لو لسه في اثار للنمل تموت. انا عاوزة اقول لكم اللي انا ما اتكلتش على البودرة بس، اللي انا جبت نوع رش كمان. يعني البودرة تعتبر مؤثرتش على النمل، انا جبت رش كمان. الصراحة الرش ده جاب من الاخر، لان بقول لكم لحد السراير احنا مش عارفين ننام عليه. فالله المستعان، والله انا مش عارفة ده من ايه بالظبط. فياريت يا جماعة اللي قابلته مشكلة من ديت ولقى لها حل يقولي. يعني انا مثلا لما بحثت قالوا لي مية بخال عملت مية بخال. في حد تاني قال شغلوا قرآن. في حد تالت قال هاتوا بودرة. يعني سمعت كام حل. فالمهم انا عاوزة بقى الفعل، لان الحلول اللي انا عملتها ديت ما نفعتش معايا. ومش عارفة النمل ده من ايه بالظبط. هو بصوا مال الاوض ومال الحيطان ومال الارضية ومطبخ وحمام وسرير وكل حاجة. يعني حاجة مش معقولة، استغفر الله العظيم يا رب. احنا عشان ننام بنكنس الصالة ونمسحها، وطبعا بنرش البودرة دايرا داير كده في الصالة، وبننام احنا في نص الصالة. يعني السرير احنا ما بنستخدمهاش خالص، مش عارفة ليه. من كتر النمل، يعني مش عارفة كتر النمل ده واهل موصله للسراير وللحيطان ولده ولده. حتى الحمام، يعني على ما بنيجي نعمل حمام نقعد على قعدة الحمام بنلاقي النمل طالع جري على جتتنا. حاجة استغفر الله العظيم يا رب. مش عارف، يعني ناس تقولك حرام ما تموتوهوش عشان بيسبح ربنا، ناس تقول تاني لا طالما بيأذيكي رش مية بخال. معرفش هاتي لعنة الفراعنة. في بودرة معرفش ايه، في دواء في الصيدلية ايه. فانا جربت لحد دلوقتي كام حاجة. هو انا دلوقتي جبت رش يعني نوعا ما جاب نتيجة، بس مش نتيجة نهائية. فاللي قابله مشكلة زي ديت الله يبارك لكم يقول لي في التعليقات. انا طبعا هنا بقى انا وسلمى كنا بنمسح النيش ده في المرة الاولانية اللي احنا عملنا معاكم فيه. انا عاوزة اقول لكم اللي النيش بقى طبعا كلته ازاز في ازاز. فانا على قد ما اقدر كنت بعد العيال الصغيرة، انتوا شايفينهم مش راحمين نفسهم، كل شوية داخلين طالعين داخلين طالعين، وطبعا عاوزين يجوا يعملوا معانا. فانا زعقت لهم وقلت لهم محدش عامل معايا حاجة، انا وسلمى بس. يعني انا وسلمى كبار وعارفين هنمسك الحاجة ازاي ونعملها ازاي ونرصها ازاي. امال لو عيلة دخلت في النص يبقى عليه العوض ومنه العوض بامان. يعني والله العظيم انا بكون بره او في الشغل ببقى راجعة بقول ربنا يستر وما يكونوش يعملوا حاجة في النيش، لان هم عندهم حب استطلاع. بيحبوا يعملوا كل حاجة، لدرجة مثلا الدولاب بتاعي يطلعوا اللبس منه ويلبسوه. انا مش عارفة كل العيال كده ولا انا لوحدي. يعني والله في مرة هعمل لكم فيديو لما اجي وانا جايه من الشغل كده هوريكم الاوضه بيبقى شكلها ايه وهدومي بيبقى شكلها ايه. انا الدولاب بتاعي هدومي بتبقى على الارض، يعني بيطلعوا طرح يلبسوها، بيطلعوا لبس يلبسوه ولبس خاص بيا كمان يلبسوه.
افهم فيهم ده ما ينفعش، دي حاجتي، دي حاجة خاصة بيا. مثلا بروح بقى شغل ببقى ماشية في وسط ناس، حاضر يا ماما، طيب يا ماما، احلى كلام. امال فعل مفيش. والله العظيم يا جماعة، يعني عيال مفترية بيحرضوا بعض على الشر، هم عشان الاتنين فوق راس بعض، فطبعا بيحركوا بعض ويحرضوا بعض. تعالي نعمل كذا، طب شوفي كذا، طب معرفش نجرب كذا. هما الاتنين كده. فالله المستعان يا جماعة، وربنا يعيننا جميعا. انا عاوزة اقول لكم اللي انا النهاردة كنت جايبة فسيخ، وطلعنا اتغدينا فوق. انا كنت عامله لكم فيديو بيه. فاللهم صل على النبي، التعليقات بتقف لما بيكون في اطفال معايا في الفيديو. التعليقات بتقف، في ناس مفكرة انا اللي ببقى موقفة التعليقات. انا ما بوقفش التعليقات والله يا جماعة. على فكرة انا بحب تعليقاتكم جدا، لان ما شاء الله انا ربنا كرمني بناس زي العسل، وتعليقاتها زي العسل، وكلامها حلو، وبيدعولي وبيتمنوا لي الخير. هوقف التعليقات ليه؟ انا زعلانه اصلا اللي مثلا لما اكون منزله فيديو وعيالي معايا والاقي التعليقات وقفت. يعني انا بزعل، لان انا ببقى طالبه اللي انتوا تكلموني في التعليقات وانا ارد عليكم. انا ببقى مبسوطه، حتى لو بالفرض في تعليق سلبي فعادي. يعني مثلا جايز في حاجه انا مش واخده بالي منها، اخد بالي منها تاني مره. فعادي، كلنا مثلا بنغلط، كلنا بنتعلم من غلطنا. كلنا في حد بيقابلنا في حياتنا، لا ما كنتش تعملي كذا، اعملي كذا، حد بينصحنا. انا والله ما بزعل من التعليقات، بالعكس انا زعلانه اللي لما بكون منزله فيديو والاقي التعليقات واقفه فيه. فبقول لكم بقى النهارده انا كنت ما طبختش، وطبعا سلمى كانت هي واصحابها في الشغل مجمعين مع بعض وجايبين اكلة فسيخ. فمن اللي شبط بقى في اكلة الفسيخ؟ العيال الصغير. قالوا يعني سلمى هتاكل فسيخ واحنا ما ناكلش يا ماما؟ احنا كمان عاوزين فسيخ. قلت لها يا سلمى قول لصاحبتك تعمل حسابنا في كيلو معاه. هي جابت لنا الكيلو، ولما جت من الشغل اتغدينا كلنا فوق سوا. حتى سلمى معرفتش تاكل. يعني الشغل طبعا بيبقى فيه بنات وشباب، هما كانوا متفقين البنات هتجمع مع بعضها ويطلعوا ياكلوا فوق السطح. فسلمى لما لقت اللي فيه شباب هتقعد تاكل، قالت لا خلاص انا مش هعرف اخد راحتي واكل في البيت. جابت الفسخية بتاعتها اللي هي دافعة فيها، يعني هي كانت دافعة 50 جنيه عشان خاطر فسخية. المهم جابتها ومعرفتش تاكل في الشغل، وكان احنا الكيلو كان 4 فسخات. انا في نظري صغير، يعني انا مستصغراه، مش عارفة بقى هو بيبقى تقيل. اكيد يعني هو بيبقى تقيل، بس حاسة اللي حجمه صغير. بس كان طعمه حلو، هو كان حادق شوية بس حلو. وسلمى بقى ما كانتش كلت، فطبعا كلنا اتغدينا سوا. وابو عمر بقى كان في الشغل، وانا والبنات لما كنا قلت لهم تعالوا بقى ننزل نكمل النيش ده ونعمل بقية الشقة. فطبعا نزلنا مسكنا النيش، مسحناه، لان كان كلته تراب، الازاز كلته تراب من بره ومن جوه، وخدنا فيه وقت. يعني انا بسرع الفيديو، انتوا هنا بتشوفوه بسرعة لان انا بسرعه، امال هو في الاساس بياخد وقت. فاللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. عملته انا وسلمى، وخليت البنات الصغيرة على ما انا خلصت النيش انا وسلمى، كانوا هم روقوا في الصالة. وانا وسلمى برضو خلصنا، لان هم صغيرين من مكان مش هيعرفوا يعملوا زينا. خليت سلمى لما خلصت معايا راحت كملت معاهم على ما انا خلصت النيش، وبعد كده قمت انا برضو رحت معاهم. انتوا لو خدتوا بالكم هنا البودرة هيت، احنا كنا ماليين الشقة بودرة، دايرة داير، وتحت النيش وجنب النيش وكله. قلنا عشان خاطر النمل، وعلشان خاطر اللي هو ينزاح. بس بقول لكم يعني هو ما جاش بالبودرة، جه برش تاني. اي نعم مش نتيجة نهائية، بس احسن من الاول بكتير. فربنا يا جماعة يتوب علينا يا رب من اللي احنا فيه ده، وطبعا يتولنا برحمته، لان احنا مش عارفين السبب بالظبط. بس يلا الحمد لله على كل حال، يعني ازمة وهتعدي ان شاء الله. هو النمل كده بيبقى في الحر معظم الاوقات بيبقى كده. انا عاوزه اقول لكم ان ابو عمر طبعا اشترى سما، ونزلنا الحاجه من على النيش، ودخل هو ريح جوه.
الله غالب بقى، يعني هو معبرناش بمعنى اصح. دخل هو نام كده مع نفسه وسابنا احنا نهاتي. والله فعقبالنا كده لما نحصله كده وندخل احنا كمان. فاحنا النهاردة بقى بننضف النيش، المكان اللي كلنا بنخاف نفتحه اكتر ما بنخاف نفتح النت او فاتورة الكهرباء. تحس كده ان ليه هيبة، والله العظيم الكوبايات والصحون جواه عايشة عيشة ملوك، محدش بيستعملها غير في المناسبة، يمكن تيجي كل 10 سنين مرة. كل ما امسحه اقول لنفسي هو احنا بننضف النيش ولا النيش هو اللي بيربينا؟ عشان جايبين الحاجات دي كلها. ولو كوبايه اتحركت من مكانها سنتي واحد بعرف، يعني سبحان الله انا ببص كده اعرف اتفتح ولا لا. فمجرد ما ابص اعرف مين اللي فتحه وابدا بقى تحقيق وسين وجيم. فتحتيه ليه وعشان وكنت عاوزه وحسك عينك عدتي تيجي يم النيش ده خالص. بص يا جماعه، احنا مهما نقول النيش ده هو ملك الشياكه في كل بيت، حتى لو محدش بيستخدمه. اي نعم، يعني صعبان عليا الفلوس اللي مرميه فيه، بس الصراحه هو بيبقى شياكه. يعني النيش ده بالنسبة لي مش دولاب كده ولا خزنة بعين فيها كوبايات وخلاص، لا هو بالنسبة لي متحف عالمي، ممنوع الفتح، ممنوع اللمس، ممنوع حتى البص من قرب. يعني هو محطوط كده للضيوف يتفرجوا عليه، والكوباية تفضل مستنية المناسبة من السنة للسنة، وجايز المناسبة دي كمان بتتأخر، وجايز كمان ما بتجيش الا كل فين وفين. ربنا يفرحكم ويسعد ايامكم ويكتر مناسباتكم، وتستخدموا النيش على طول يا رب. تستخدموه كده في الافراح وفي العزومات وفي المناسبات وفي الضيوف اللي داخله طالعه عليكم. ربنا ما يحرمكم من حبيبكم قادر يا كريم. انا بحس اللي هو النيش ده شخصيه مهمه، مش انا اللي بحس بقى، هو بيحسسك كده. والله العظيم يا جماعه، يعني الكاسات جواه بقالها سنين مستنيه اول استخدام، والظاهر كده بقى عيالنا هم اللي هيستخدموه وهيورثوه، وهو لسه جديد. يعني احنا هنموت وعيالنا هيورثوه هيسيبوه جديد، وعيال عيالنا هم اللي هيورثوه وهيفضل جديد. انا عاوزه اقول لكم ان اغلى مكان في البيت كله هو النيش. والله، وفي نفس الوقت هو اقل استخدام، يعني فين وفين على ما بنستخدمه، وجايز اصلا الحاجة ممكن تتكسر فيه من قبل ما نستخدمها كمان. يعني الازاز بيجيله سرطان، ممكن كوباية ميل كده حاجة تقع كده، ما هو ازاز. ولو حد بقى قال لي هاتي كوباية من النيش يا ماما، يبقى كده فتح على نفسه باب جهنم، فتح على نفسه باب المشاكل، وهو حر في نفسه. انا عرفتكم فعشان كده وقت ما بكون بنضف النيش او بمسحه او بعمل فيه حاجة، انا ببعد عيالي الصغيرة عني، لان بجد بجد انا بكون قلقانة حاجة تنكسر، حاجة تقع، وانا طبعا هتضايق واطلع ضيقتي في العيال. فعشان كده بقول لهم خشوا جوه، محدش منكم يجي هنا. هي كفاية سلمى عليا، سلمى مهما كان كبيرة وعارفة وفاهمة فهتبقى ده بإيدي، أمال العيال الصغيرة وش خراب بمعنى أصح. فربنا يهديهم ويصلح حالهم ويصلح حال أولادكم قادر يا كريم. النيش ده بقى لقانون خاص. أول قانون تتفرج تلمس لا، عارفين خصمك أسامحك لا أو أسيبك لا يا ربي، هي دي. انت تتفرج بس تلمس لا. والكاسات واللطقم والكوبايات اللي جوه شكلها حافظ اسم كل فرد في البيت، يعني هي قاعدة في البيت أكتر ما احنا بنقعد شخصين، بس عمرها ما اتقدمت لحد. كل قطعة في البيت ليها مكان، يعني كل قطعة في النيش لها مكان. يعني كل ما ابص كده البصة، بمجرد البصة اعرف هو اتفتح ولا لا، حد حرك حاجة ولا لا. وقت التنظيف لازم نمسك كل حاجة بالراحة، علشان لو طبق وقع هنفضل فاكرينه سنين، سنين كتير قوي، ومش بعيد كمان نعمل عزا. وفي الاخر بنقفل النيش ونبصله نقول يا سلام، اخيرا نضفنا النيش، نبصله بفخر كده، اخيرا خلصنا النيش، الحمد لله رجع يلمع تاني وكأنه لسه جاي من المعرض. صح ولا انا لوحدي اللي بعمل كده؟ يعني بصراحة النيش ده بطل ذكريات في بيوت كتير، كل ما نشوفه نفتكر تجهيزات العروسة وفرحة العروسة وفرحة أول يوم. فاهمين انتوا طبعا، عارفين انتوا النظام ده، عارفين يعني أنيش وتجهيزات وكده. هو النيش فرحة العروسة،
فيلا كده يا بنات، قومي كده نضفي النيش معايا، وربنا يجعل البيوت كلها مليانة بالفرح يا رب. ربنا يفرحكم ويملى عليكم البيت فرح وخير وبركة، اللهم امين يا رب. ترويق النيش ده يا جماعة تحسوه كده ايه اللي هو مهم قوي. يعني النيش ده من اكتر الحاجات اللي بتاخد وقت في التنظيف، مع انه من اقل الحاجات اللي احنا اصلا بنستخدم. يعني لو اتفتح كل سنة مرة تبقى كرامة. كل ما اجي امسح كوباية اقول لها طب اصبري اصبري شوي، مسيرك هتطلع، يمكن يجي يوم كده وتخرجي من النيش، يمكن نشرب فيك عصير ولا حاجة، طب جايز ضيوف تجن، طب جايز فرح يا جن. انا كل ما اجي امسك كوبايه اقول كده. وفي اطقم جوه النيش اصلا شكلها دخلت معاش من قبل ما نستعملها. عارفين ليه؟ لانها بتبقى موضه، والموضه راحت، بتبقى موضه قديمه بمعنى اصح. واول ما الضيوف بقى يجوا، يا سلام ما شاء الله ده انت النيش بتاعك جميل. انا اقول بقى في سري والله ما انتوا عارفين حاجه، ده الجمال ده مدفون بالحياه بقاله سنين، محدش قرب له. وطبعا لما يجوا ده لو جم يعني بنقدم لهم طبعا فيه عصير، بنقدم لهم فيه الحاجه اللي هنقدمها. وبعد لما اخلص تقديم الحاجه للضيوف ارجع كل حاجه مكانها. ولازم لازم ابص على كل حاجه واتاكد انها رجعت مكانها، لان النيش بيحب النظام اكتر من اي حاجه. وفي الاخر لما اقفل باب النيش واشوفه بيلمع احس اني خلصت انجاز كبير بجد. بحس اللي فيه ايه اهم ونزاح كده من علي، يعني يستحق بعدها كوبايه شاي. بس طبعا طبعا مش من كوبايه النيش. هو انا هبله ولا ايه؟ يعني بعد ما اروق وامسح وارص اطلع منه كوبايه عشان اشرب فيها شاي؟ ما وعيت اشرب شاي، اشرب في اي حاجه تانية، اشرب في الكنكه ذات نفسها. قولوا لي بقى يا بنات في التعليقات، انتوا عندكم في البيت كاسات في النيش ولا اتكسرت؟ يعني لسه في عندكم حاجات جديدة ولا استعملتوها؟ عرفوني كده. ولو عندكم النيش مفتوح للاستعمال عرفوني برضه. وقولوا لي ايه رأيكم لو كل واحدة صورت النيش بتاعها وورتهولنا في التعليقات. ومثلا عشان نشوف الاشكال والالوان، لان مثلا انا متجوزه من زمان، في بنات متجوزه قريب، في ناس متجوزه قبل مني. فطبعا كل نيش له نظامه وكل نيش له موضه معينه. فعشان نشوف كده حاجتنا شبه حاجه بعض ولا لا، جايز احنا اصلا نكون من اعمار بعض، جايز سننا مقرب لبعض، جايز الموضه اللي عندك زي الموضه اللي عندي، اهو حتى نتعرف على بعض حتى زي ما انتوا شايفين كده. يا حلاوتك يا جمالك، خلت لي الحلوين ايه. انا عاوزه اقول لكم اللي الناحيه اللي في الجنب ديت انا جايباها مش ازاز، تقليد الازاز اللي هو زي الفبر كده ما بينكسرش. لان الصراحه النيش بتاعي كان من وقت للتاني بينكسر كده لوحده، عيله تسند عليه، يلعبوا كرة تيجي فيه، معرفش كوبايات تقع تنكسر لوحدها. والله العظيم وهو مقفول، يعني مش عارفة ليه الصراحة، عين بقى وجاية في النيش ولا ايه. فعشان كده الجنب ده اللي هو جنب المطبخ ده انا خليته فايبر كده، فايبر شفاف، بحيث اللي هو يبقى شبه الازاز، يعني هو بديل الازاز. يعني النيش باين وكوباياتي باينه وكاساتي باينه، بس ما شاء الله بقى ما بينكسرش. لان انا جالي فتره انا كنت بغير الازاز بتاع النيش ده في السنه مرتين تلاتة، يعني ما فيش حاجه وينكسر واعمل. يعني في مره افتكر انا كنت عند حماتي، فعلى ما لفيت عندي الناحيه التانية لقيت الكوبايات واقعه لوحدها، يعني هي حاجة ضلفة وقعت بقية الحاجات. فطبعا الازاز كان اتكسر ووقع حاجات معاه، وحاجات تانية اتكسرت. يعني انتوا لو خدت بالكم هنا انا حاطة اصلا في النيش كوبايات متكسرة، انا حطها زينة مش اكتر. طبعا مش هستخدم الكوبايات المتكسرة. انا عاوزة اقول لكم بقى اللي هو كان مليان تراب من جوه ومن بره. يعني انا قعدت احرت فيه 3 ساعات، 3 ساعات امسح فيه من جوه ومن بره. وسلمى بنت زي ما انتوا شايفين كده رايقه ريلاكس، هي تمسح حبه وتقعد حبه بتتعب. فطبعا انا سايباها ايه براحتها، بس انا في نفس الوقت متضايقه، انا عاوزه انجز علشان خاطر نقعد بقى على الانتريه ونبعد عن النيش. انا مش عاوزه عيال تيجي هنا،
فلما سبتها قعدت شويه قلت لها قومي يلا اعملي معايا. تقول لي ياما انا تعبت انا هعمل. قلت لها قومي اعملي معايا، انا همسك ضلفه انت ضلفه عشان ايه نخلص مع بعض كده، كل واحد يشوف له حاجه ونعمل سوا. فزي ما انتوا شايفين كده هي اللي بقى عمالين يتنططوا حواليا. كنت انا قلت لهم يروقوا الانتريه وانا وسلمى بنعمل النيش. هنا بقى كانوا مقضينها ضحك وهزار ومعرفش ايه، وانا الصراحه انا كنت متضايقه وطلعت زرابين عليهم. قلت لهم يلا كل واحده تشوف شغلانتها علشان ما اضربكمش وانكد عليكم. فزي ما انتوا شايفين كده خليت سلمى تعمل حاجه وساره تعمل حاجه. حتى سلمى لما لقيتها بقى يعني في الاخر يوم دراعي وجعني معرفش، قلت لها سيبيلي الباقي وانا اعمله وروح انت مع اخواتك. فهي بقى راحت ايه تشتال، واشتلنا الحاجه دي نفضناها وكنسنا وروقنا الانتريه علشان خاطر النام اللي بيبقى على الارض. اي نعم انا رشه وكل حاجه، بس برضو ايه اكنس علشان احنا بننام هنا. انا عاوزه اقول لكم كلنا بنترمى على الارض تحت المروحه. يعني الصراحه مش عارفه الصيف بيقولوا كيف، لا الصيف ده حر جدا جدا جدا، لان انا عندي السطح جبلوه وطبعا الشمس طول النهار مسلطه عليه، فحراره الجبلوه ديت بتنزل على السطح على سقف الشقه. فطبعا الصهد يعني الحراره ديت بتنزل عندنا الشقه. يعني مش عارفة اشرحها لكم ازاي، بس الشقة بتبقى عندي سخنة صهد. لو ما شغلتش المروحة وفتحت البلكونة كده احنا نموت، والله العظيم احنا بنبقى قاعدين سايحين. فالحمد لله على كل حال برضو، يعني ولا كده عاجبنا ولا كده عاجبنا. لا يا جماعة احنا في نعمة، انا في نعمة. يعني الاول انا كنت مدفونة بالحية، وحتى في الصيف بيقولوا الدور الارض رطب وكده، لا مش رطب خالص. انا عاوزه اقول لكم اللي هو خنقه وغير كده، ولا بتعرفي تفتحي شباك ولا بتعرفي تفتحي باب ولا انت عندك بلكونه ولا اي حاجه، انت عايشه في إيه يا دوبك لو في مروحه ماشي، ما فيش حتى الهواء اللي جاي من المروحه تحس اللي هو هوا مكمكم، هوا كلها رطوبه مش هوا نقي كده. دلوقتي الحمد لله بقى عندي بلكونة، بقى عندي باب افتح ده قصاد ده الهوا يجينا، اشغل مروحة. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. انا كنت فين وبقيت فين؟ ربنا يديمها عليا نعمة يا رب، ويسترني دنيا واخرة، ويستركم يا رب، ويديكم الصحة ويعافيكم ويوسعها عليكم قدر يا كريم. شوفوا بقى انا كنت هنا انا متضايقة وعمال اقول لهم انتوا عيال زي قلتكم، كل حاجه انا اللي بعملها اعملوا معايا زي ما انتوا شايفين كده. فخلصت الحمد لله، والله العظيم ما في حاجه بتخسس، ما فيش حاجه بتخسس، بس الواحد بيقول ربنا يعين يا رب، يعيني ويعينكم ويعين امه محمد اجمعين. اللي شغاله ربنا يعينها، واللي معاها اولاد اشقياء ربنا يعينها، واللي في نفسها تخلف تخلف، واللي في نفسها تتجوز تتجوز، وربنا يصلح حالكم.